في فيديو النهاردة هنتعرف على فوائد الماء. العنصر اللي ناس كتير بتعدي عليه مرور الكرام مع إنه أساس الحياة وأساس كل وظيفة جوه جسمك. من غير المية جسمك يدخل في حالة جفاف بطيئة، طاقتك تقل، تركيزك يضعف، وعضلاتك تتعب. والمشكلة إنك ممكن تحس إنك طبيعي، لكن جسمك بيكون بيعاني بصمت. علشان كده شرب المية الكفاية مش رفاهية، ده ضرورة يومية. شفائيات. أول فايدة: زيادة الطاقة وتحسين الأداء البدني. المية بتدخل في إنتاج الطاقة داخل الخلايا، وبدونها الجسم يعجز عن تحويل الأكل لطاقة. أي نقص في المية بيظهر على شكل تعب سريع وكسل غير مبرر. شرب المية بانتظام بيخلي العضلات تشتغل بكفاءة أعلى، وبيخليك تتحرك، تتمرن، وتشتغل بطاقة ثابتة طول اليوم. تاني فايدة: تحسين التركيز والمزاج ووظائف المخ. المخ مكون من نسبة كبيرة جدا من المية، ولما يحصل جفاف بسيط أول حاجة بتتأثر هي التركيز والانتباه. شرب المية بانتظام بيقلل الصداع والتوتر، وبيخلي التفكير أسرع والمزاج أهدى وأفضل. ثالث فايدة: تحسين الهضم وتنظيف الجسم من السموم. المية عنصر أساسي لعمل الجهاز الهضمي، بتسهل حركة الأمعاء وبتقلل الإمساك والانتفاخ، وكمان بتساعد الكلى والكبد في التخلص من السموم، وده بيخلي جسمك أخف وأنظف من جوه. رابع فايدة: حماية المفاصل والعضلات وتقليل الإصابات. المية بتكون السائل اللي بيغلف المفاصل ويقلل الاحتكاك، ولما تقل المية المفاصل تبقى ناشفة وسهلة الإصابة. كمان الجفاف يسبب شد وتقلصات عضلية، وشرب المية الكفاية بيحافظ على حركة جسمك مرنة وقوية. خامس فايدة: نضارة الجلد وتحسين الشكل العام. الجلد أول عضو يبان عليه الجفاف، لكن المية بترطب البشرة من الداخل وبتخليها أنعم وأوضح. شرب المية يقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وبيخليك باين صحي ومشرق من غير مجهود. الخلاصة: المية ليها 5 فوايد أساسية ما ينفعش جسمك يستغنى عنهم. أولهم إنها بتزود الطاقة وبتحسن الأداء البدني في أي مجهود، وتانيهم إنها بتحسن التركيز والمزاج وبتخلي المخ يشتغل بكفاءة أعلى، وتالتهم إنها بتحسن الهضم وبتساعد الجسم يتخلص من السموم، ورابعهم إنها بتحافظ على صحة المفاصل والعضلات وبتقلل الشد والإصابات، وخامسهم إنها بتحسن شكل الجلد وبتخلي الجسم باين صحي من جوه ومن بره. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان توصلك معلومات صح تخليك أقوى كل يوم، واكتب في الكومنت شربك للمية بقى كام لتر في اليوم.